بيسأل عن الدعاء في الركوع. الأصل في الركوع أنه تعظيم لله رب العالمين كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه ربكم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فيه فقمن أن يستجاب لكم. ولما نزل قوله تبارك وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قوله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في سجودكم. فحري بالإنسان أن يتوقف عند سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقتدي به خاصة في العبادات والفرائض. صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأولى أن يكون الدعاء في السجود لا في الركوع.